كان في حاجه برضه يا استاذ محمد انت كنت قلقان منها قبل ما ننفذ التقنيه؟ طبعا انا كنت في حاجه خايف منها جدا جدا جدا، كانت اكتر نقطه يا عمر مضايقاني او مخوفاني. ايه هي الماده اللي هتخش جوه جسمي دي؟ ايه؟ ما انا مش عارف، انا اول مره اسمع عن الاس ام بي. الموضوع مش منتشر لسه قوي يا عمر، مظبوط. لسه الناس كلها مش عارفاه. طب انا هدخل ايه في دماغي؟ فابتديت ابحث. يعني برضو الواحد ممكن يعمل سيرش يشوف الماده دي ايه، ده بينزل ماده اسمها ايه وده بينزل ماده اسمها ايه. فابتديت ابحث عن كل ماده، كل ماده كنت ببحث عنها ما لقاهاش مصدر، مفيش مصدر ليها يا عمر. مظبوط. مش عارف عنها حاجه. طب انا دلوقتي تمام. ده هيضرني ولا هينفعني؟ مم. طب لحد ما عرفت الماده اللي انتوا بتشتغلوا بيها، عملت عليها سيرش. دي ماده بيستعملوها في امريكا وفي كل الدول الاوروبيه وماركه معتمده. ما لقيتهاش غير هنا. تمام. هنا بس يا عمر لقيت مم. الماده دي. عشان كده خدت القرار ان انا لا هعملها في الجوكر. مفيش يعني، ما لقيتش يعني حاجه مريحه ليا اكتر من هنا بصراحه، وحاجه تطمني على نفسي وعلى صحتي اكتر من هنا. وده برضه يا جماعة بيأكد لكم ان احنا بفضل الله المواد اللي احنا بنستخدمها في تقنية الاس ام بي هي مواد مخصصة فقط لتقنية الاس ام بي. يعني مش اي حد يقول لك انا هشتغل لك تقنية الاس ام بي ويجيب لك احبار انت مش عارف اصلا الاحبار دي هي ايه ولا عبارة عن ايه، وانت مش ضامن نتيجتها هتبقى عاملة ازاي، ان انت بالظبط. تروح تنفذ معاها.